فجات السوشيال ميديا سهلت علينا التواصل وجابت لنا بزاف د الفوائد ووفرت لنا شي حوايج ما كناش نتخيلوا انهم يكونوا كاع. ولكن بالرغم من هاد الفوائد كامله، واش العلاقه ديالنا بالسوشيال ميديا خلاتها تعطينا شي فائده، ولا فقط العلاقه ديالنا خدات واحد المنعطف سلبي بحيث ولات عباره عن مكان كنضيعوا فيه الوقت ديالنا، اولا مكان كنهربوا ليه من المشاكل ديال الحياه وكنساو راسنا؟ واش فعلا زادتنا هاد السوشيال ميديا شي حاجه، ولا فقط امراض نفسيه، ادمان وتضييع الوقت بلا حتى شي نتيجه؟ من نهار بانت شي حاجه سميتها السوشيال ميديا بانوا جوج اصناف ديال الناس. الصنف الاول قدر يستافد منها، يخلق فرص، يتعلم مهارات جديده، يبني علاقات اللي غادي تخليه يتطور فكريا ومهنيا. هاد النوع كيعرف كيفاش يستغل السوشيال ميديا كأداة، كيعرف كيفاش ينظم العلاقه ديالو معها باش ما توليش مصدر ديال التشتت وتضييع الوقت والامراض النفسيه. ناخذ مثال بسيط، شاب سميتو امين قرر ان السوشيال ميديا غادي تكون مصدر باش يتعلم شي مهاره. ناخذ مثلا البرمجه كمثال، تماك تعلم هذه المهاره وتقنها، ومن بعد تستخدم السوشيال ميديا باش يسوق الخدمات البرمجيه ديالو للناس. امين كان عنده هدف واضح واستراتيجيه كيفاش يخلي السوشيال ميديا تعاونوا باش يحقق واحد الهدف. وفي الجهه الثانيه عندنا واحد الصنف من الاشخاص اللي خلى راسو يكون اداه للسوشيال ميديا، بحيث كتكون العلاقه ديالو معاه هو يضيع الوقت فقط ويتبع التفاهه اللي غادي تخليه ديما سطحي في الافكار ديالو. وهذا الصنف للاسف هو الغالب من الناس، كتلقاه ما كيلقى ما كيدير، جبد التليفون وسكروا ليه حتى يضر راسو وما عارفش بانه كيهلك الصحه العقليه والنفسيه ديالو بهذا الفعل. واحد الدراسه من جامعه ستانفورد لقات باللي 70% من الناس كيعانوا من اعراض القلق والاكتئاب بسبب الاستعمال بزاف للسوشيال ميديا. ودراسه اخرى من هارفرد لقات بان كثره الاستعمال السوشيال ميديا كتقلل من القدره على التركيز لمده طويله. ولكن كيفاش كيوقع هادشي؟ شوف معايا، دابا فاش كندخلوا السوشيال ميديا الاغلبيه فينا ما كيكونش عنده شي سبب علاش داخل كاع، لذلك فراه كتبقى غير كتسكرولي، وفي كل فيديو كتشوفو كيتفرز عندك الدوبامين في الدماغ، يعني كيبقى الدوبامين كيتفرز في كل ريل كيتعاود، وهاد العمليه كتعاود لمده ساعات في كل يوم. هادشي كيخلي الدماغ ديالك كيتعود على الدوبامين في مده قصيره، وملي كتمشي دير شي خدمه كتحتاج منك التركيز لواحد المده غادي تحس بالملل. لانه في القرايه مثلا فراه ملي كتكمل واحد الهدف هو انك مثلا تكمل واحد الساعه ديال المراجعه اولا تفهم شي درس، هنا كتجي واحد الموجه ديال الدوبامين، ولكن راه كتكون قليله بزاف مقارنه مع السوشيال ميديا اللي كيكون فيها مستوى عالي من الدوبامين في واحد المده قصيره. لذلك غادي تعتبر هذا الفعل ديال القرايه او الخدمه ممل بزاف وغادي تبغي غير يمتى تهنى منه. وهنا غادي تكون السوشيال ميديا اثرت على الحياه ديالك وتقدر تكون انت كاع ما ملاحظ هادشي كامل. ولكن شنو هو الحل؟ الحل هو تنظم العلاقه ديالك مع السوشيال ميديا بحيث تخليها كتنفعك بشي حاجه. ولكن كيفاش؟ بغيت نقول لك هو انه تحاول تنظم الوقت اللي كتدخل فيه السوشيال ميديا، ومثلا دير واحد الماكسيموم واحد ساعه في النهار من بعد ما تكمل الخدمه ديالك ولا القرايه ديالك. ولكن هاد الطريقه هي فيها مشكل، لان الطريقه باش مصاوبين هاد التطبيقات ديال السوشيال ميديا لانها تخليك فيها لاقصى درجه ممكنه. فاش كتقول غادي ندوز غير ساعه ونحبس كتلقى راسك فتي هاد الوقت اللي حددتي بزاف المرات. فلذلك فالنصيحه ديالي هي انك تبعد على السوشيال ميديا كامله على الاقل في هاد البدايه ديال انك باغي تقطع هاد الادمان. فاش كنقول السوشيال ميديا فراه كنعني غير بعض التطبيقات ماشي الانترنت بصفه عامه. وإلا كنتي مجبر انك تستخدم هاد التطبيقات سواء عندك عمل او كتواصل مع شي اشخاص، حاول تحصر هاد التطبيقات في التواصل فقط. هاد التطبيق يمنع لك شي حاجه سميتها الريلز، بمعنى انه الا دخلتي للانستغرام فراه الحاجه الوحيده اللي غادي دير هي تمشي تقلب لي ميساج اللي عندك ولا تشوف ستوريات وغادي تخرج، لانه ملي كتبي تدخل لي ريل كيخرجك. وكذلك في الشورتس ديال اليوتيوب الملل الوحيد اللي غادي يبقى عندك هو الفيديوهات الطوال. لذلك فبدل هادشي الفيديوهات ديال اليوتيوب طوال، تبع بودكاست، تبع سلاسل غادي يكونوا افضل لك من هذوك لي ريل اللي اصلا نتايا ما كتستافد منهم والو. تما كتاخذ واحد الحاجه زوينه ما كتهلكش التركيز ديالك وما كتهلكش النفسيه ديالك. كل ريل جديد كل مصيبه جديده فين ما كان شي تفاهه كتشوفها. خلاصه هو ان السوشيال ميديا ماشي واحد الحاجه خايبه، ولكن التعامل ديالنا هو اننا ما عارفينش نتعاملوا معها. لذلك فحاول ترجع للور، تبعد منها حتى تعرف كيفاش تتعامل معها. من بعد ترجع ديك الساعه وخذ راحتك فيها، لان ديك الساعه ولا عندك واحد الوعي كيفاش انت تتعامل مع السوشيال ميديا وتخليها كأداة اللي تنفعك مع الوقت. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، نتمنى تكون استفدتي، والى حلقه قادمه، الى اللقاء.